ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بخفض اللسان ده هعمل لكم فكره ان شاء الله هتعجبكم قوي. اول حاجه هثبتهم كده على بعض بمسدس الشمع على شكل معين بالطريقه دي، وهعمل كده من نفس الشكل ده 3 كمان بنفس الطريقه برضو. كل 4 عصيان هثبتهم بالشكل ده. القناه عليها افكار كتيره جدا وباذن الله هتعجبكم. شوفوا كده الفيديوهات التانية وقولوا لي استفدتوا منها وعجبتكم ولا لا، او لو لسه مش مشتركين في القناة يا ريت نشترك ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اي فكرة جديدة انا بعملها. هنا بقى هبدأ اثبت الاجزاء اللي انا عملتها دي في بعض. كنت بفكر كده اعملهم وهم بعيد عن بعض الاول ال3 مربعات ولا اضمهم، وبعد كده ضمتهم حسيت ان هي هيبقى شكلها مرتب اكتر وهتبقى ماسكة نفسها اكتر ويعني مش هتتخلع من بعضها. هبدأ بعد كده بقى اثبت كمية من خافض اللسان فوق بعض بحيث ان انا اعمل بيهم زي رف كده بالشكل ده. كده تمام. هبدأ ازود بقى لحد ما اخد الكمية اللي انا محتاجاها على حسب سمك الحاجة اللي انا هحطها على الرف ده، لان انا هستخدمه طبعا كقطعة ديكور. وممكن بقى طبعا اسيبه بلون الخشب كده، بس انا جاتلي كومنتات ان انا لا الون الحاجة احلى من ان انا اسيبها بلون الخشب، فطبعا انا يهمني جدا ان انا اكون بنفذ اللي انتوا بتطلبوه. فقررت المرة دي اخد برأيكم كده وراضيكم واخلي قطعة الديكور مش بلون الخشب، وقررت ان انا اعملها باللون الاسود. هبدأ بقى اغطيها كلها باللون الاسود. الالوان دي انا كنت جايباها من عند بتاع البويات، ولو لو متوفر عندنا الوان اكريليك بتمشي برضو تمام. الخشب بيثبت عليه اي لون، اي نوع الوان يعني. ويا ريت حبايبي اللي كانوا يعني معترضين ان انا بحب لون الخشب انا يقولوا لي رايهم النهارده بقى في اللون الجديد اللي انا عملته ده والشكل الجديد. هبدأ بقى اغطي كده بالشكل ده كل الاجزاء اللي عندي، وهتشوفوا النتيجة هتعجبكم. والفكرة سهلة خالص وبسيطة واي حد هيقدر يعملها بمنتهى السهولة، وخامات سهلة وبسيطة خالص ورخيصة كمان، وممكن نشتريها من بره بتعمل مبلغ كبير يعني كقطعة ديكور او ستاند كده للديكور بيبقى بمبلغ كبير. بصوا النتيجة هتعجبكم جدا. كمان لما بدأت احط عليها الزرع كده بقى شكلها بصراحة جميل. ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، ويا رب الفكرة تكون عجبتكم، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.